بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على القناة. فيديو اليوم الخميس بتاريخ 19/12/2024. إن شاء الله معانا في الفيديو الأسعار اليومية اللي تهم حضراتكم على القناة. أسعار الرز الشعير والرز الأبيض ومخلفات الرز، وأسعار القطن، وأسعار الذرة. فتابعنا عشان يوصلك كل جديد. بتشترك في القناة من تحت الفيديو بتلاقي كلمة اشتراك، بتضغط عليها وبتفعل الجرس كده يوصلك إشعار وقت تحميل الفيديو على الموبايل على طول. الأسعار اللي بنقولها طبعا أسعار تنفيذية من السوق، من على أرض الواقع، وأسعار تم التنفيذ بها بيع وشراء. بالنسبة لأسعار الرز الأبيض العريض على جودة زيت وبخار وسوليتكس بضايع العالية، بيتراوح سعر الطن من 26,400 ل26,600 للطن من أرض المضرب، وقد تزيد البضاعة أو تقل على حسب نسب الكسر وعلى حسب جودة الرز. بالنسبة لأسعار الرز الأبيض الرفيع على جودة زيت وبخار وسوليتكس بيتراوح سعر الطن من أرض المضرب من 23,300 إلى 23,500 للطن من أرض المضرب، وقد تزيد البضاعة أو تقل على حسب نسب الكسر وعلى حسب الجودة وعلى حسب خدمة المضرب. ده بالنسبة لأسعار الرز الأبيض. أما بالنسبة لسوق الشعير العرض قليل جدا في السوق. في رز الشعير العرض المطروح في السوق قليل من الرز الشعير. أما الطلب فالطلب موجود ومستمر، يعني هيبقى فيه طلب باستمرار الفترة اللي جاية. فاللي هيتحكم في سوق الشعير عرض الرز الشعير، ويتحكم في سوق الرز عموما عرض الرز الشعير. لو العرض فضل قليل الأسعار هترفع أكتر من كده، ولو العرض زاد الأسعار هتستقر، لأن الطلب زي ما قلت لحضراتكم موجود، وده اللي احنا شايفينه في السوق. إنما المتحكم الرئيسي حاليا في سوق الرز هو عرض الرز الشعير. والعرض طبعا قل الفترة دي، لأن طبعا زي ما قلنا قبل كده في فيديوهات سابقة الناس كانت مضطرية تبيع الرز، لأن ما كانش قدامهم إلا الرز يقدروا يجيبوا منه فلوس في الفترة اللي فاتت، مع طبعا انتهاء تجهيزات المحصول الشتوي ودخول طبعا الفاصوليا وحصاد الفاصوليا، وطبعا انتهاء تجهيزات الموسم الشتوي في الزراعة. بدأ العرض أو احتياج الفلاحين للفلوس يقل، فبدأ عرض الرز الشعير يقل. بالنسبة للأبيض احنا حذرنا قبل كده في الفيديو، في كذا فيديو هنا على القناة، وقلنا ان في فرص مناسبة جدا لشراء الرز. بس العادة طبعا ان الناس لما بتلاقي السلعة بتقل الكل بيقف عن الشراء، واول ما السلعة تزيد الكل بيقف عن البيع. فهي دي العادة اللي موجودة حاليا في السوق بقالها 3 سنين. مجرد ما الرز نزل ويبدأ ينزل بس وصل لأسعار مناسبة، لأن في النزول بدأت الناس تشتري بكميات قليلة. أول ما الرز يرفع هيبدأ دلوقتي اللي بيبيع رز يقف عن البيع. الله أعلم إيه اللي هيحصل في الأيام اللي جاية. بالنسبة لأسعار الشعير عشان ما نطولش على حضراتكم، الشعير العريض وصل للمضرب بيتراوح سعر الطن من 16,800 إلى 17,000 للطن. وصل للمضرب البضاعة العالية تصافي عالي، بالذات الرز العريض بيتقاس سعره، بيتحدد سعره بالتصافي. بالنسبة لأسعار الرز الشعير الرفيع وصل للمضرب بيتراوح سعره من 15,300 إلى 15,400 للطن. وصل للمضرب. بالنسبة لأسعار التنفيذ والتحميل اليوم من على أرضه، التحميل في الشعير الرفيع وتنفيذ اليوم ب15,000 للطن من على أرضه، والتحميل في الرز الشعير العريض من 16,500 ل16,600. البضاعة العالية اللي بتصفي تصافي عالي. ده بالنسبة لأسعار الرز الشعير. أسعار ممكن تختلف من مكان لمكان ومن محافظة لمحافظة في حدود 200 جنيه بزيادة أو نقصان على حسب النولون والسيولة وطريقة السداد.
بالنسبة لأسعار المخلفات، سرسة مطحون بيتراوح السعر من 1100 ل1300 للطن من أرض المضرب، وسعر الجون بيتراوح من 11800 إلى 12000 للطن من أرض المضرب. أما سعر الكسر الناعم بيتراوح من 12500 إلى 12700 للطن من أرض المضرب. ده بالنسبة لسوق الرز اليوم. بالنسبة طبعا الناس، أنا كنت منقطع عن عمل الفيديوهات وكنت بنزل الأسعار على الفيسبوك، لأن طبعا الأسعار على الفيسبوك بالنسبة كمجهود ووقت أوفر، يعني بسرعة وما بتاخدش وقت، بكتب البوست وبنزله، عكس الفيديوهات بتاخد مجهود في عمايلها وفي طريقة رفعها طبعا على اليوتيوب. بس طبعا هنضطر الفترة دي ان شاء الله نشتغل على القناة وهنقف نشر على الفيسبوك، لان طبعا الفيسبوك متاح لكل طبعا اللي ما عندوش ذوق واللي عنده واللي مش متأدب والكلام ده كله حضراتكم عارفين. فاحنا هنضطر ان احنا بعد كده نشتغل على قناة اليوتيوب. اللي عايز يتابعنا يشترك في القناة، ان شاء الله يجيله اشعار على طول يوميا بالاسعار. بالنسبة للقطن، طبعا القطن لسه برضو الامور غامضة في القطن. المزاد اللي فات اتعمل على الرسالة اللي تم تحميلها الى المحالج قبل كده، واتعمل عليها ربع الكمية فقط مزاد، وربع الكمية دي اتعمل المزاد ب10 تلاف للشركات، بس طبعا كان في كشوفات المزاد مكتوب 12 ألف للموردين. فطبعا لو اتأكدنا من معلومة هنعرفها لحضراتكم، و12 ألف دي محدش بيحاسب على 12 ألف، في فرق رتب بتوصل الأسعار طبعا من 11 ل11,400، ودي الناس اللي قبضت 70% من المزاد الأولاني عارفين الكلام ده. إنما بالنسبة للقطن، أسعار القطن خارج المنظومة بيتراوح سعرها من 8600 ل8700 للإنطار، وزن الإنطار 157 كيلو ونص، قطن جزء 94. لو في جديد عن القطن إن شاء الله هنعرفه لحضراتكم. بالنسبة لأسعار الذرة، المستورد برازيلي وأرجنتيني 13000 صب أرض المينا، وبالنسبة للمستورد الأوكراني 12500 صب أرض المينا للطن. بالنسبة لأسعار الصويا ب19 و20 44 و46. بالنسبة لأسعار الذرة المحلي بتراوح سعرها من 12800 ل 13000 للطن، تنفيذ على لدى التجار اليوم. بكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم ونهاية أسعار اليوم. إن شاء الله هيبقى فيه فيديو يوميا على القناة هننزله لحضراتكم قدر المستطاع. المطلوب من حضرتك الاشتراك في القناة عشان أول ما ينزل فيديو يوصل لحضرتك على طول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.